يا هلا يا مسعودين. هذا واحد يقول انه من الاشراف وهو موجود في المهلكه ويتحدى سلمانكو وابنه اللي سماه الدب الداشر، يقصد حمودي، ويقول هذا الرجل انه ما يخاف من سلمانكو وابن نايف وانه يتحداهم وانه ما هو بسعودي، ووصف الملك بن سعود الموسوس بالمفسد. هذا كلامه كثير، بس اسمعوه ركزوا مع الرجال. فإني أتوجه إليك يا سلمان بن عبد العزيز بأمر، بعد أن أفسدت في الأرض واستخدمت مقدرات المسلمين ضد المسلمين، استخدمت منابر المسلمين ضد المسلمين، استخدمت الحرم الشريف المكي والمدني فقط من أجل خدمة أعداء الدين. أتوجه لك يا سلمان بأمر بأن ترفع يدك عن مكة المكرمة. مكة المكرمة بلدنا وبلد أسلافنا وأجدادنا ومحط رسالتنا وموضع مولد جدنا صلى الله عليه وآله وسلم. سرحت مرحت في الدنيا، ما حد قال لك لا. حذرتك قبل أنت وهو الدب الداشر ولدك محمد، وقلنا لكم بقول لين، جيناكم بقول لين وقلنا لكم اتركوا الحرب، وقف الحرب، وجاكم المطر وقمتم تتضرعون، وسبحان الله من راحت عنكم الامطار واذا في غيكم تعودون، ومستمرين في تآمركم على شعب اليمن وقتل اطفال اليمن. مالك كبير يا بن سعود. واسمع يا خالد الفيصل يلي قتلت الحجاج، والله ان نقتص منك، والله ان نقتص منك، والله ما تقعد في ذا البلد الى ان نقتص منك يا خالد الفيصل. السعودي إلا سعودي، أولا ما أنتم سعوديين، هذه أسرة دخيلة دخلت عليكم وارتكبت المجازر في أجدادكم، وأنتم الكلام ده يمكن ما تعرفوه لو كتب التاريخ تخفيه. وكانوا يغنون يقولون هبت هبوب الجنة وينك يا باغيها، ليقتلوا المسلمين. هبت هبوب الجنة في قتل المسلمين وإبادتهم، ومن ثم زعموا أن الحكم لمن؟ لعبد العزيز. طيب يا عبد العزيز ماذا فعلت يا عبد العزيز؟ سميت المسلمين باسمك، نسفت تاريخهم، صار يقال عنهم السعوديين، ولا في واحد منهم يعرف وش معنى كلمة سعودي. لو تسأله تقول له أنت قبل 100 سنة وش كانوا أجدادك؟ قال مدري. ما أنتم سعوديين يا حبيبي أنت وياه. نعم أنتم أبناء الجزيرة العربية، أنتم أبناء الحجاز، الحجاز بمقدساته، الحجاز المقدس. نعم أنتم أبناء الحجاز ونجد، أبناء الشمال والجنوب، أبناء الشرق أو الحسا مثل ما تحبون تسمون. أكلمك يا بن سعود وأنا في وسط ديارك، من أحذركم أن تصيبكم معرة من أهل اليمن. والله العلي العظيم إني أحذركم أن تصيبكم معرة، أقسم بآيات الله إن بيوتكم اللي أنتم ساكنين فيها ما عاد تسكنونها، أن تنحاشون منها، وترى حتى تطلعون حريمكم يطلعون بدون عبيد. أحذركم لا يجي يخزن أبو يمن في وسط بيتكم ويتكي معها أنا على الحان فيصل علوي وأحمد فتحي ندندن. ليش؟ لأنه جاوا على حق واعتديتم عليهم، ونبغى الحرب هذه تضع أوزارها على خير وعلى أراضي اليمن تعود لما كانت سابقا قبل ظهور عبد العزيز المشؤوم اللي تسمونها الموحد. هذا ما هو الموحد، هذا المفسد. أليس كذلك؟